اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهارده هتكلم معاكم على 5 قوانين هيغيروا حياتك للأحسن ان شاء الله. 5 قوانين لو التزمنا بيهم حياتنا هتتغير 180 درجة، هتفرق كتير جدا. اول قانون هنركز عليه هو قانون الحب. القانون ده انا اتكلمت عليه كتير جدا، وهو ان انا لازم احب نفسي، اتعلم احب نفسي صح، اتعلم اركز مع نفسي. لو انا حبيت نفسي واهتميت بيها وقدرتها واديتها قيمتها صح والتزمت بحقوقها عندي، التزمت بكل حاجة. لان احيانا كتير جدا بننسى نفسنا، بنبدأ ان احنا بقى نتفانى ونضحي ونركز مع الاخر، ونبدأ بقى ايه، مع الوقت بنبقى عاملين زي القنبلة الموقوتة. اول ناس هننفجر فيهم هم الناس اللي احنا اديناهم زيادة دول. ده غير طبعا الانفجار اللي بيحصل مع نفسنا، بنبدأ نلوم ونعاتب نفسنا احنا ازاي ضيعنا من حياتنا كل الوقت ده. فحبي نفسك صح، قدري نفسك، اهتمي بنفسك علشان تقدري تحبي غيرك، علشان تقدري تقدمي حاجة للي قدامك. طول ما انتي هنا مش بتحبي نفسك، مش بتهتمي بيها، ركزي مع ابسط التفاصيل اللي بتسعدك. يعني مش عايزه اقولك مثلا هتضغطي على نفسك، ولا هتعملي حاجه اوفر. يجي مثلا حد يقول لي ايه، طب ما الحاجات دي صعبه جدا، انا بقى كأم وعندي مسؤوليات كتير وعندي مشاغل وما عنديش وقت فاضي اعمل الحاجات دي ازاي. لا، ابسط حاجه، ده انت لو هتصحي الصبح بدري شويه عن الولاد وتعملي بقى النسكافيه اللي انت بتحبيه في المج بتاعك. يعني انا بتكلم على ابسط حاجه. لو انت مثلا نازله تشتري حاجات للبيت في شارع معين، انا بحس ان انا مرتاحه كده نفسيا وهاديه وانا ماشيه في الشارع ده، فانا ممكن عادي لو المسافه هتطول شويه فانا امشي شويه، مجرد ان انا امشي اغير جو، مجرد ان انا يعني ادي لنفسي حاجه انا بحبها. فالموضوع هيفرق معايا كتير جدا. كتاب بحبه، فانا مفيش مشكله ان انا ادي نفسي نص ساعه كده واقرا الكتاب ده. بحب اعمل اي حاجه هاند ميد، يا سلام بقى، يعني ان انا اقعد اشتري حاجات الهاند ميد دي، عايزه اقول لكم يعني بتطلع كميه الطاقه السلبيه اللي جوانا وتحولها لطاقه ايجابيه. جربي كده تبقي مش طايقه نفسك وغضبانه ومتضايقه وتشتغلي اي حاجه هاند ميد، هتبصي تلاقي نفسك كده هديتي. والرسم، يا سلام بقى لو حد بيحب الرسم او الكتابه. فرغي طاقتك، فرغي طاقتك، وفي نفس الوقت تبقي بتعملي حاجه بتحبيها، فانت كده بتضربي عصفورين بحجر. انا عملت حاجه بحبها، حبيت نفسي، اهتميت بيها. وفي نفس الوقت بقى انا عندي شويه مشاعر سلبيه وشويه طاقه كده سلبيه ملهاش اي لازمه، فانا برميها في الباسكت، بحطها كده في مكان تاني واخد بدلها طاقه ايجابيه. الموضوع ده هيفرق معاكي جدا. يبقى اول قانون اتكلمنا عنه علشان ما ننساش هو قانون الحب. تاني قانون بقى قانون الثقه. قانون الثقة ده لازم يبقى حاجة كده موجودة عندك مترسخة، اللي هو أنا واثقة في نفسي. عارفين المسرحية بتاعت أنا بكيناه وأنا ماسكة في نفسي هو بقى أنا واثقة في نفسي. فأنا واثقة في نفسي طول الوقت مهما كان رأي اللي حواليا فيه. مش عايزة رأي، مش عايزة أنا ثقتي في نفسي تتهز بمجرد إن فلان قال حاجة، ولا مجرد إن علان انتقدني. لأ، انا واثقه في نفسي. وازاي اثق في نفسي دي بقى طبعا محتاجه فيديو تاني هعمله لكم ان شاء الله، ازاي تزرعي الثقه جوه ولادك، وفي نفس الوقت انت ازاي تكوني واثقه في نفسك، لان الموضوع ده هيفرق معاكي كتير جدا. طيب القانون الثالث بقى هو قانون وجهه النظر. قانون وجهه النظر دوت قانون مهم جدا. انت لو ركزتي معاه هتبصي تلاقي نفسك ارتحتي كتير جدا. اللي هو انا عارفه وجهه نظري في نفسي، انا شايفه نفسي ان انا كويسه طالما مش بغضب ربنا، مش بعمل حاجه ضد العرف والتقاليد والمجتمع، لان الحاجات دي برضو بيحصل عليها انتقادات وهجوم جامده جدا ممكن تاثر على حياتي بشكل سلبي. فانا لو مش بعمل حاجه تغضب ربنا، مش بعمل حاجه ضد العرف والتقاليد، فانا خلاص كده. يعني مهما اي حد حاول يغير رايه فيا انا ثابته. انا واثقه ان انا بني ادمه كويسه من جوايا، واثقه ان انا بتصرف صح. يبقى ما يهمنيش بقى وجهه نظر الاخر فيا، لان انا لو فضلت استنى بقى وجهه نظر ده ووجهه نظر دوت انا مش هعيش مرتاحه ابدا. لان مش كل الناس هتتفق عليكي، ومش كل الناس هتقول ان انت جميله وشاطره وبرافو. لا بالعكس، هتلاقي في مجموعه بتحبك وشايفه ان انت يعني احسن حد في الدنيا، وفي مجموعه تانية اللي هو انت بالنسبه لهم يعني شويه بيحبوكي وشويه زهقوا منك، وفي مجموعه اصلا مش طايقاكي. فانت لازم تبقى وجهه نظرك في نفسك ثابته مهما اللي حواليكي قالوا عليكي. طب في قانون بقى بعد كده اللي هو قانون القيمه. قانون القيمه ده بقى مهم جدا. ليه بقى؟ لان للاسف المجتمع
في اغلب الاوقات بيبقى مجتمع مظاهر. يعني ايه مجتمع مظاهر؟ يعني شايف ان فلان دوت عايش في المستوى الفلاني، عنده عربية وشقة وشغال مدير في المكان الفلاني، فبس لا ده هو فعلا الشخصية الصح، ده كده بقى ايه ممتاز. فتبدأ انت بقى ايه يعني تيجي فكرة بقى الفقر، ان انا ما عنديش فلوس، مش الشقة بتاعتي مش قد كده، ما عنديش عربية، الشغلانة بتاعتي مش مدير ولا حاجة. فتبدأ بقى ثقتي في نفسي تتهز، وده قانون الثقة اللي احنا اتكلمنا عليه. تبدأ بقى وجهة نظري في نفسي تختلف، وده قانون وجهة النظر. بص هي كلها قوانين مرتبطة ببعض. حبيت نفسي صح، وثقت في نفسي، وجهة نظري في نفسي انا خلاص مش هغيرها طالما متأكدة زي ما قلت ان احنا مش هنخالف الدين، مش بنخالف الدين ولا الشرع ولا العادات بتاعتنا. قدرت بقى قيمة نفسي صح. طب انا اقدر قيمة نفسي صح ازاي؟ عمر تقدير القيمة بتاعت نفسك عمرها ما كانت بالفلوس. الفلوس بصي هي بتبقى ممكن تكون موجودة النهاردة مش موجودة بكرة، فهي لو مش موجودة خلاص انا قيمتي كمان راحت معاها، لا مش كده بقى. قيمتي بنفسي ولا عمرها هتتحدد بالشقة اللي انا عايش فيها، ولا عمرها هتتحدد بالعربية، ولا عمرها حتى هتتحدد بان انا كنت مدير او وزير او الناس السطحية بس هي اللي بتحكم على الامور من المنطلق ده، اللي هو انت كده يبقى انت كده بقى ايه، طب انت كده فظيعة. لا انا قيمتي النفسي بتتحدد بايه؟ بافكاري. انا ممكن اكون ما عنديش عربية، ممكن تكون الشقة اللي انا عايشة فيها بسيطة جدا، بس انا عندي افكار تغير، افكار تغير المجتمع، افكار تخلي حياتنا احسن، افكار تبني المستقبل مش تهدها، افكار كويسة. فالحاجات دي بتفرق. الفكر بتاعي، طريقة التعامل مع الناس، ممكن اكون عندي كل الحاجات دي وسليطة اللسان، يعني الناس بتتجنبني علشان خاطر لساني. فلا طريقة تعاملك مع الناس، افكارك، الحاجات دي كلها هي اللي بتحدد قيمتك لنفسك. طيب القانون الخامس والاخير هو قانون الحياة. قانون الحياة بقى ده اللي هو بقى ايه، لو فهمناه صح هنعيش فعلا مرتاحين. طب ايه هو بقى قانون الحياة؟ القانون ده بيقول لنا ان احنا ما نركزش مع حد. يعني ايه؟ ما ندورش على رضا الناس. اللي بيدور على رضا الناس، اللي بيدور على نظرة اعجاب، او اللي هو يا بصوا ده البني ادم ده ايه فظيع جميل، واول ما يقول البني ادم ده وحش تبص تلاقيه بقى اكتئب وبقى متوتر، وده انا بقيت وحش وبقيت زي الزفت. لا، ريحوا نفسكم يا جماعة. رضا الناس ديت غاية لا يمكن الوصول ليها، غاية احنا مش ممكن ندركها. ليه بقى؟ لان عمر ما حد اجتمع يعني على حاجة. يعني هتبص تلاقي بقى ايه، فلان ليه رأي وفلان ليه رأي، ودول بيحبوكي ودول بيكرهوكي ودول انتي مش فارقة معاهم ودول بيحسدوكي. هتبص تلاقي محدش بيجتمع على بني ادم. مفيش من ساعة ما الوجود كده بقى موجود فيه البني ادمين، مفيش بني ادم تم الاجتماع عليه وقالوا بس ده هو ده بقى ايه اللي مفيش زيه. كل بني ادم هتبص تلاقي وجهة نظر اللي قدامه فيه مختلفة. فخلينا بقى متفقين ان احنا ما نجريش ورا رضا الناس. اهم حاجة عندنا رضا ربنا. ربنا راضي عننا خلاص، انت بقى ما يهمكيش اي حاجة بعد كده. هتجري ورا رضا الناس فانت كده بتجري ورا تعاستك بايديك. في النهاية بقى احب اقول لكم ان يعني حياتنا هتكتمل بالابتسامة، هتبقى احسن بالرضا والقناعة، وان احنا تبقى تقديرنا وحبنا لنفسنا يعني فعلا فعلا صح، اللي هو احب نفسي بجد واقدر نفسي بجد واديها قيمتها. الحقيقه اقصر من ان احنا نقعد نبرر لفلان، انا ما اقصدش الموقف الفلاني، لا انا كان قصدي مش عارف ايه. خلاص بصي الوقت كفيل بانه يغير وجهه نظر الاشخاص فيكي. اللي عايز يتعامل معاكي على كده اهلا وسهلا، اللي مش عايز فالباب يفوت جنب.